الآن بعد أن أفتى ابن تيمية وأفتت اللجنة الدائمة وأفتى أحمد بن حنبل حينما قال كما في عند السفاريني الحنبلي في كتابه غذاء الألباب في منظومة الآداب، ماذا يقول إخواني؟ شوفوا، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. يقول: قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية: ولعن تارك الصلاة على وجوه العموم جائز، وأما لعنه المعين فالأولى تركها لأنه لا يمكن أن يتوب. وقال في موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل: أيؤخذ الحديث عن يزيد؟ فقال: لا ولا كرامة، أوليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل؟ وقيل له: إن قوما يقولون إنا نحب يزيد، فقال: وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ زين، شنو رأيكم الآن يا أخوان يا أعزائي يا كرام؟ السلفية انقلبوا على أسلافهم، على ابن تيمية وعلى ابن باز وعلى ابن عثيمين وعلى عبد الله غليان وعلى عبد الرزاق عفيفي، زين، وعلى أحمد بن حنبل وعلى ابن الجوزي وعلى هؤلاء كلهم. واحد من السلفية أخواني كلكم تعرفون، واحد من السلفية وكلكم تعرفونه، عنده كتاب، وهذا الكتاب سماه مائة عظيم في التاريخ. ماذا يقول هذا الرجل؟ مائة عظيم في التاريخ، مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ. عنوان: مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ. زين، يجيب يزيد يخليه وياهم. أبي أعرف شلون غير مجرى، شنو اللي سواه بمجرى التاريخ؟ حفر له مجرى ثاني يعني؟ شلون غير مجرى التاريخ؟ بأي شيء؟ أنا أقول لك نعم، هو وأبوه غيروا مجرى التاريخ، جعلوها ملكا، وجعلوا العباد والبلاد ملكا لهم يتصرفون فيهم بما يشاءون. هذا الذي نعم غيروا مجرى التاريخ، ظلموا الناس، أذاقوهم الويلات، فعلوا ما فعلوا. تعال شوف هذا اليزيدي ماذا يقول. شوفوا أخواني أعزائي الكرام، هذا كتابه أمامكم، تقديم الشيخ محمد عبد الملك الزغبي المعروف، هذا الرجل المصري الزغبي المعروف. تعال يا زغبي، شنو عندك؟ يقول: فقد اخترت أن أسير عكس هذا التيار، وأن أدحض تلك الروايات الكاذبة، وأن أتمرد على الموروث الأعمى، وأن أضرب بعرض الحائط كل رواية تخالف الحقائق. ليش الحقائق؟ أنت منين راح تجيبها؟ يعني إذا من روايات ومنين؟ تخالف الحقائق التاريخية الثابتة، كائنا في ذلك ما هو كائن. شو يريد خليه يصير؟ حتى لو كان راوي تلك الرواية رجلا من كبار العلماء. فلقد انتهى زمان التقليد الأعمى، ولقد انتهى زمان الرواية التي يرددها كثير من علماء المسلمين بأننا أهل السنة والجماعة لا نحب يزيد. يقول معروف عنا احنا أهل السنة والجماعة ما نحب يزيد ولا نكرهه. هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام ابن تيمية اخواني، كلام ابن باز وابن عثيمين، وكلام عبد الرزاق عفيفي وابن غديان اللجنة الدائمة، وكلام ابن تيمية. لا نسبه ولا نحبه، ما نحبه، زين، لأنه لم يكن من أولياء الصالحين. وابن تيمية فتوى أخواني، فتوى يقول: محبة أشخاص هؤلاء ليست مشروعة. أمثال يزيد، محبة هذا النوع مثل يزيد ليست مشروعة. يجيك هذا عبد الملك الزغبي يقول: لا احنا ما يصير. شلون؟ يقول ما يصير، أهل السنة معروف عنا انه احنا ما نحب يزيد. لا لا لا، هذا الكلام غلط. ايش تريد الآن؟ شنو تقول؟ شوف اخواني، يقول: هو يقول: فأنا أشهد الله بأنني من أهل السنة والجماعة،
وأنا أشهد الله عز وجل بأنني أحب يزيدا، وأنا أشهد الله شنو بعد؟ بأني أحب أباه معاوية. وأنا أشهد بالله بأني أحب جده أبا سفيان، وأنا أشهد الله بحبي للحسين. ويعني بالله عليكم، واحد يصرح يقول أنا أحب يزيد، ويصرح ويقول أنا أحب أبا سفيان. زين، بالله عليكم تحبه على ماذا؟ ما الذي قدمه؟ هسه لو من الصحابة هم نقول بيها مجال، اجتهدوا وتأولوا هذه الكلاوات اللي تعرفونها أنتم. زين، تحبه على ماذا؟ على ماذا؟ على ماذا تحبه؟ اخوان والله هذول جهلة، هذول جهلة. ليش؟ لأنه احنا ذكرنا ابن كثير حينما يأتي في كتابه البداية والنهاية ويتكلم عن يزيد ويقول إن سبب موته إنه قام إلى قردة ينقزها فعضته فمات. بعد شوف أخواني ماذا قالوا عنه. هذا الذهبي تلميذ ابن تيمية ماذا يقول عن يزيد؟ شوفوا أخواني أعزائي الكرام، هذا اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. يتكلم وعن إمام أهل المغازي الواقدي يقول أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان، وأخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المخزومي عن أبيه، وحدثنا سعيد بن محمد بن عمر. كم إسناد ينطي؟ بن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال كل قد حدثني قال لما وثب أهل الحرة وأخرجوا بني أمية عن المدينة واجتمعوا على عبد الله بن حنظلة. إخواني شنو هذا عبد الله بن حنظلة؟ هذا عبد الله بن حنظلة، ابن حنظلة الذي يعرف بغسيل الملائكة. عبد الله بن حنظلة صحابي من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، وقال شيء إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب، فإن كان كاذبا سقطت عدالة الصحابة، وإن كان صادقا فاسمعوا ماذا يقول. هذا رجل ذهب إليه ورأى بعينه وعاد وقرر أن يقيم تلك الثورة، ثورة أهل المدينة ضد يزيد ابن معاوية، والتي كانت بسببها واقعة الحرة. ماذا يقول عنه أخواني؟ يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. يقول واجتمعوا على عبد الله بن حنظلة وبايعهم على الموت. قال يا قوم اتقوا الله، فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إن رجلا ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات. الله أكبر، الله أكبر. يطلع له واحد يقول أنا أحبه؟ بالله عليكم شوف الوصف، شوفوا الأوصاف القذرة. يا سلفية تحبون هيك إنسان؟ هيك إنسان تحب؟ يعني اللي يحب الإنسان هو من جنسه، اللي يحب من أحب عمل قوم أشرك معهم. يعني أنتم شركاء ليزيد بن معاوية في أفعاله النجسة، أفعال القذرة. اسمعوا ماذا يقول هذا الصحابي يا أخوان. يقول إن رجلا ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة. شوفوا أخواني، ويدع الصلاة، ماكو سكران يشرب الخمر ويدع الصلاة. قال فكان ابن حنظلة يبيت تلك الليالي في المسجد وما يزيد على أن يشرب، يفطر على شرب السويق ويصوم الدهر، وما رؤي، شوف إنسان متقي، ما رؤي رافعا رأسه إلى السماء أحيانا. فلما قرب القوم خطب عبد الله بن حنظلة أصحابه وحرضهم على القتال وأمرهم إلى آخره. زين، بالله عليكم يطلع لي واحد يقول أنا أحب يزيد؟
زين، فتوى إمامك ابن تيمية لا تحب يزيد، محبة غير مشروعة. فتوى اللجنة الدائمة كبار علماء السعودية لا تحب يزيد، ممنوع، فاسق. زين، الصحابي وأنتم تقولون نحن أتباع الصحابة، يقول عنه بأنه هذا الرجل فاسق، شارب للخمر، منتهك للحرمات، ناكح للأمهات الأولاد، للأخوات، للمحرمات. زين، وتجي أنت تصرح تقول والله أنا أحب يزيد بن معاوية. زين، أنا أحب يزيد بن معاوية. مو فقط هذا يا أخوان، والله العظيم مو فقط هذا. شوفوا أخواني أعزائي الكرام، شوفوا هذا واحد من الخلفاء، خلفاء المعروفين هم عندهم، الخلفاء المعروفين عندهم، والذي يصفونه بماذا؟ يصفونه أعز الله به الإسلام. زين، يصفونه بأنه أعز الله به الإسلام. ماذا يقول عن يزيد ابن معاوية؟ ماذا يقول عن يزيد بن معاوية؟ طيب، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. شوفوا اخواني اعزائي الكرام، هذا في تاريخ الاسلام للذهبي يقول، شوفوا اخواني الكرام، وانا اريد واحد يطلع من السلفيه يقول هذا ما يصح، هذا كذا، هذا كذا، خلي شوف. تيمية اثنينهم تلاميذ ابن تيمية ما شاء الله. شوفوا اخواني ماذا يقول الذهبي، يقول وفيها خطبهم عبد الملك بمكة لما حج، فحدث أبو عاصم عن ابن جريج عن أبيه قال خطبنا عبد الملك بن مروان بمكة، ثم قال أما بعد فإنه كان من قبلي من الخلفاء يأكلون من هذا المال ويؤكلون، وإني والله لا أداوي أدواء هذه الأمة إلا بالسيف، ولست بالخليفة المستضعف يعني عثمان، ولا الخليفة المداهن يعني معاوية، ولا الخليفة المأبون يعني يزيد. شلون؟ معقولة؟